يمكن تكون سبب رزق ليها، دعمها بكلمه حلوه وروح اشتري من عندها. لو مش هتروح تشتري اعمل شير، يمكن حد يروح يجرب وتكون انت سبب رزق لام مكه. يلا بينا نروح عند مكه ونجرب اكلها. يلا بينا. انا عايزه الناس كلها تيجي تجرب وتدوق، ولو ما لقيتش الاوردر بيطلع بالشكل ده وبالنظافه دي وبالجوده دي انا مش هاخد سعر السندوتش اصلا. كمان طبعا. في ناس بقى بتخش تتطفل علينا ان انا كنت حاطه رقم تليفوني، الاقي الناس من السعوديه من ليبيا يكلمونا يضايقونا، يقعدوا يكلمونا الساعه 2 والساعه 3 بالليل، ودي حاجه تضايقني طبعا، دي حاجه مش حلوه. وهم يعني واحد يتصل يقول لي انا متجوزه اتجوزك، طب ما انا يا جماعه متجوزه وجوزي موجود وجوزي بيساعدني وواقف معايا وهو بالليل مثلا وانا بالنهار. الاقي بقى حاجات رخمه شويه، حد مثلا يتصل يقول لي طب انت عندك ايه، طب إيه؟ بيفتح كلام فاهم، فانا بقى بقطم بقى الكلام، يا اما احطه على الحظر يا اما ما فيش كلام خالص. ساعات بقى الصفحه بتاعتي الناس برضو تخش تتكلم، يا جماعه انا متجوزه والله وجوزي موجود وبحبه، ده حب بقاله كام سنه اساسا يعني. بس الناس كلها كانت بتقول على ام مكه، فاحنا جينا لها لحد عامله ام مكه. الحمد لله والله. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. بتاعك ده طبيعي ولا ايه الدنيا؟ لا طبيعي والله. جنجن جمبري. بصوا يا جماعه المنيو اصلا جمبري كبير. ايه سر بقى الاسعار دي؟ والله هو انا اصلا بحب المطبخ وبحب الطبيخ والحاجات دي، فانا فكرت ان انا افتح مشروع يعني لوحدي بعد ما اشتغلت كتير، بقى قلت اشتغل بدراستي وكده، بس ما ربنا ما وفقنيش يعني في الحوار ده، وبقيت ان انا عايزه ابقى حابه المطبخ اكتر يعني بعد ما اشتغلت عند كذا حد، والموضوع بقى وحش شويه عند الناس. بيتعاملوا معايا كاني مثلا خلاص طالما هي دي عندنا خلاص بقى ان احنا نتك عليها، ان احنا ندوس عليها، يعني عامله معامله وحشه. الحوار يعني ما عجبنيش قوي، فكنت بقالي 9 سنين كل ما اشتغل عند حد ما يحصلش نصيب واسيبه كده، فانا كنت زهقانه بقى. ساعات بيجي عليا وقت ان مثلا الظروف مش احسن حاجه. معاها شهاده عاليه يعني. قربي منها طب هنا عشان يبقى صوتك واضح. المايك عندها. هي معاها شهاده عاليه. يعني بس اشتغلت في اماكن كتير فلقيت المعامله مش قد كده، احنا بنعرف نعمل كل حاجه وهي بتعرف تعمل كل حاجه ما شاء الله. كل الاكلات، محاشي، بيتزات، حواوشي، جمبري، كل اللي قلبك يشتهيه معدتك تشتهيه يا ربي. هو فعلا على فكره القلب بتاع الراجل مش في معدته، القلب المعده بتاعت الراجل قلبه يعني فاهمه؟ يعني انا لما ينزل سندوتش الجمبري ده بينزل جوه قلبي مش بينزل جوه معدتي. شفتي عارفه؟ الف هنا وشفا. ايه اكتر حاجه بتضايقك بقى؟ في ناس ما تفهمش الكلام ده، يعني تخش تستظرف تتضايق، فطبعا بلوكات على طول. المكان ده اكل عيش. اكل عيش. التليفون ده اللي هي حاطاه مش عشان الناس تعاكس، لا عشان اكل العيش مش اكتر ولا اقل. هو لسه في ناس كده يا جماعه، يعني واحده بتساعد جوزها واقفه معاه وبتبقى عايزه مشروع وهو اصلا واقف جنبي كتير، وبرده في ناس كتير وقفت جنبي، انا اخواتي واهلي وجوزي وكلهم واقفين جنبي، كله بيساعدني على قد ما بيقدر، كله بيساعد معايا. ايه اكتر حلم بقى نفسك فيه؟ نفسي اكبر مشروعي، نفسي يبقى عندي مطعم مثلا. مطعم؟ نفسي طبعا. تعملي نفس الاسعار دي ولا عشان عملتي مطعم بقى تروح ايه؟ على فكره انا اصلا ممكن لو بعت باسعار اغلى من كده الناس اصلا هتيجي وهتشتري، بس انا اساسا بحب يعني ايه الناس تيجي تقول ايه سعر مقابل قيمه، الناس لا تيجي تشوف الحاجه وتعجبها. واصلا كل ده بلدي، انا بصحى الساعه 2 و3 بالليل، يعني اروح الساعه 9 10 بالليل انام، اصحى اروح المعديه اروح رشيد، كل يوم في حته شكل عشان اجيب اسعار مناسبه والناس كلها تبقى مبسوطه بيها والناس كلها تبقى فرحانه بان ده سعر حلو، والناس تيجي تقول ده جميل. وبعدين انا اصلا كل حاجتي بلدي، ما عنديش حاجه مستورده، ما عنديش حاجه مش حلوه. انا اللي بفصفص الجمبري وانا اللي بقعد اتبله وانا اللي يعني كل حاجه انا اللي بعملها، كل حاجه. وجباتك ايه الوجبات اللي انت هتعمليها بقى؟ والله بعمل كده، عملنا مثلا الوجبه اللي انت عاملاها دي اللي انت بتقولي عليها كده مثلا، يعني مثلا رز صياديه في رمضان. ده في رمضان يا جماعه، يبقى مثلا لو شركات او حاجه والرقم هيبقى موجود عندكم، واي حد هيتطفل صدقوني والله العظيم 3 هاخد الرقم منها ومش هطلع بقى على الميديا، ده انا هطلع له في كل حته، هخليه عبره لمن يعتبر. تمام. يعني دي مثلا وجبه ب50 معاها طبعا سلطه وطحينه. الثانيه بقى بس شويه بصوا الثانيه بقى، دي سمكه التونه. ايوه بصوا يا جماعه السمكه دي ممكن يعني ده قلت بالنسبه لي مش ما بفضلوش بصراحه يعني، بس دي بقى دي بتنزل جوه قلبي، دي بقى التونه دي يعني. بصوا
يا نهار ابيض يا جدعان. ممكن نشوف لحمها من جوه. ايوه دي لحمه. بصوا بقى الميزه بقى في الجمبري ان هو مش زفر، والله ما تشم له ريحه. هتعملي وجبات في رمضان؟ ايوه طبعا. هتبقى وجبات ايه بقى؟ ممكن ملوخيه بالجمبري. حلو. ممكن ما فكرتيش تعملي مكرونه بالجمبري مثلا؟ مع الحاجات دي بتبقى عايزه خامات كتير والمكان لسه صغير، واحده واحده يعني واحده احنا واحده. ممكن نعمله، يعني بقول لام مكن ان احنا نعمله مشروع معاها، بس هي بتحب الشراكه. انا هبقى شريك خسران عشان احنا بنطلع وجبات ياما لله، فهبقى شريك خساره معاكي، فانت هتشاركيني في الخساره دي، بس هي مكسب. ايوه طبعا، تجاره مع ربنا. احلى حاجه، احلى تجاره واعظم تجاره. ايوه طبعا. فاحنا ممكن في رمضان نعمله شغل جامد سوا يعني. ايوه. طب المنيو بتفكري تغليه ولا هتخليه زي ما هو؟ والله والاسعار لحد دلوقتي زي ما هي، اغلي. اه. بص الجمبري بقى. ده السندوتش ابو 25. ده ب 25، جمبري صغير شويه. ده ب 30 ده؟ ده ب 30. ده ب 30 اكتر. اه. يعني انا بفضل ده اكتر بصراحه يعني. خلينا اكون صادق. بس ده ليه زبون وده ليه زبونه. ايوه في حد طبعا. بيحب الصغير وفي حد بيحب الكبير. حط لنا بقى الكلام ده بقى. بصوا يا جماعه. دخل الشيش طاووق. يلا بينا. ده السندوتش ده ب 25 وده ب 30. فين بقى؟ ده ب 30 تمام. والطبق ده ب 50 ومعاه سلطه وطحينه، وده ب 50 ومعاه سلطه وطحينه. وعندي كفته. واحده واحده. عندي سندوتش الكفته عامل 20 على الفحم. الفحم وشيش طاووق. وكان عندي صبيط، بس الصبيط النهارده يعني ربنا كارم بيهم يعني. لو الناس جت ما لقيتش الاكل زي ما هو طالع كده في التصوير، لا خلاص مش هاخد حقه، مش هاخد ثمنه. كده من الكلام؟ متاكده. انا فين بقى؟ ابو قير، اول شارع احمد عرابي بجوار ادم المستحضرات التجميل. تمام. عايزه الناس تيجي تجربك؟ اكيد طبعا، لازم يجوا يجربوا ويشوفوا الاكل على اصوله. اللي هو الزيرو 10 اللي بره. قولي لي طيب عادي. مش حافظاه. استني كده استني يا جماعه. والله كانت واحدة بتشيها نايمين عليها أحسن من الدنيا. لو الناس جت ما لقيتش الاكل زي ما هو طالع كده في التصوير، لا خلاص مش هاخد حقه، مش هاخد ثمنه. كده من الكلام؟ متاكده. عايزه الناس تيجي تجربك؟ اكيد طبعا، لازم يجوا يجربوا ويشوفوا الاكل على اصوله.